اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا كده معايا، الفراخ دي مبلوله صح؟ الفراخ دي مبلوله. دي بقى اكبر مشكله، ولو ما طلعتش عشان خاطر ابص على الفراخ دي كان هيحصل كارثه، واعتبر ان الدوره دي يعود على ربنا فيها. الفراخ طبعا مش مبلوله، الفراخ دي او الكتاكيت دي عرقانه، لازما فورا يتاخد لها العلاج. طب لو قعدت وما خدتش علاج ما تستناش ان الدوره دي تاخد منها حاجه. شايفين الكتاكيت دي؟ انا جبتها واسبوع والتاني ما كملتش التاني كمان، ده يعتبر النهارده عمر بتاع 10 ايام، وهي بسم الله ما شاء الله الاوزان بتاعتها كعمر 10 ايام مش وحشه. بس انا طالع بالصدفه ابص عليهم بعد ما اتحط لهم اكل وميه، لقيت الفراخ كده، وانا فكرت الفراخ دي مبلوله، ما لقيتش اي حاجه تدل على انها مبلوله. وببص على الميه اللي قدامهم لقيت مفيش ميه، وهو لسه حاطط اكل. يعني الاكل اهو، انا لسه حاطط اكل، يعني الموضوع ما بقالوش كتير، والميه قدامهم ومش مبلولين. يبقى الفراخ دي ايه؟ دي بقى اللي هو يعني الفراخ دي عرقت مني، اللي هو سوء التهويه. الفراخ دي كانت محتاجه انها تتهوى شويه. طبعا لازم ياخدوا علاج، فبالتالي انا هرفع الميه دي، لان كده كده هحطلهم علاج في الميه، ولازما علاج فوري. اهو الفرخ بدأ ان هو يسيل اهو، خلاص اهو. ما ينفعش ان هم ينسبوا كده، لازما علاج. ان ما لحقتهمش يبقى الدوره بتاعتك يعوض عليها ربنا. وطبعا لازما الفرخ من عمر يوم لحد ما تذبح محتاج متابعه منك. تبص على الفرخ كل شويه في حاجه متغيره، في اي ملحوظه عليه، ما تسكتش. خليك انت ما بتفهمش في العلاج او مش خبير فيه، ارجع للبيطري على طول. يعني ارجع للبيطري، ولو ما انتش عارف توصف للبيطري خد معاك كتكوتين او فرخين. لكن انت ما تسكتش، ما تستناش، ما تقولش دول عرقانين ههوي او افتح الباب شويه او اشغل مروحه او الكلام ده كله غلط. كده الدوره بتاعتك انتهت. شايفين بيعطسوا وعرقانين، فلازم لهم علاج برد. ده ضروري 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 ضروري. فانا هقفل معاكم دلوقتي وهجيب علاج البرد عشان ربنا يسترها او نلحق الدوره دي كده على خير.